عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله راكم كاع غايه وصحتكم لاباس. حال رمضانكم كل عام وانتم بخير. اليوم جبت لكم وصفه حلوه، وصفه لبابا بخبز التونس. نبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بالمقادير كما راكم تشوفون هنا عندي كاس تاع مكسرات. هذا الخليط بين لوز وكاوكاو، حمصتهم مليح ورحيتهم. نجو للمكونات الاخرى. انا استخدمت كيله صغيره، نتوما الا بغيتو تضاعفوا المقادير استخدموا كيله كبير. هذه الكيله دات لي 2 حبات بيض، نزيد عليها كيله تاع مكسرات من هذوك اللي راني رحيتهم وحمصتهم مليح. نزيد عليهم رشه صغيره تاع الملح، قشور تاع الليم، ندير عليهم ثاني لافاني، ونخلط المكونات مع بعضهم. بالنسبه لهذا الخليط ما غاديش ندير فيه السكر لانه غادي من بعدا يتعسل. ندير ثاني كيله تاع زيت وكيله تاع حليب يكون عادي ولا بدرجه حراره المطبخ، ونخلط كاع المقادير مع بعضهم. نديروا كلش كما شفتوا على ضربه. نعاود لكم، درت كيله تاع بيض، كيله تاع زيت، كيله تاع حليب، كيله تاع مكسرات وقشور تاع الليم، لافاني والرشه تاع الماء. خلطهم كاع مع بعضهم، ونزيد هنايا باكي تاع خميره تاع كاطو، ونزيد كيله تاع خبز مرحي ولا لا شابيور اللي عندكم، هذه العاديه البيضاء ماشي هذيك الصفراء اللي راهم يديروها في المملحات. نخلط كاع المقادير مع بعضهم مليح حتى ينسجموا لي، ونجي نديرهم في القوالب. نعاود لكم علاه ما درتش السكر هنايا لانه الخليط غادي من بعد نعسل. كي يطيبوا نحطهم في الطاجين تاع الحلو، ونسقيهم بالمرقه تاع الحلو ولا بالشربات هذاك تاع الحلو. على بها ما درت لهمش السكر. نتوما اذا بغيتوا مثلا حلاوه بالزيت ديروا حتى مغرف ولا مغرف وشويه تاع السكر، هذا الشيء يرجع لكم، ولكن ديروها كيما هكا ما غاديش تجيكم حلوه، غادي تعسل بالمرقه تاع الحلو. بالنسبه للقوالب انا درت في هذو تاع لي بابا الكبار، دهنتهم بالمارغرين ولا بالزبده اللي كانت عندكم ولا حتى الزيت، ورشيتهم من تحت بلا شابور. نعمر حتى للنص لانه راه فيها الخميره تاع الكاطو، خميره تاع الكاطو كيما على بالكم تطلع في الفرن. مثلا اذا نتوما صغرتوا الكيلو وعبرتوا مثلا بكاس تاع لاتاي صغير ولا فنجان تاع قهوه كحله صغير، فديروا غير نص باكي تاع خميره وديروها في النص وتطلع لكم عادي في الفرن وتجيكم مليحه. كما قلت لكم انايا هذه الكميه قطعت لي 8 كبار من هذو تاع لي بابا، وحده صغيره من تاع الكعكات نديرهم يطيبوا على نار متوسطه كل وحده والفرن تاعها. المهم حمروهم مليح باش يعطوكم نتيجه مليحه. شوفوا قدام عينيكم انا كيفاش حمرتهم، خليتهم طابوا على غرضهم، ما حليتش عليهم كاع الكوشه حتى شفتهم حماروا مليح من الجوانب. شعلت عليهم من الفوق ثاني، درت لهم هذاك اللون الذهبي كما راكم تشوفوا الاحمر الشباب، ونخليهم يبردوا. وكي نجي نقدمهم هنايا قدمتهم كيما هكا مع زبيب هكا في الوسط، هي درتها في الوسط زبيب وحبات تاع برقوق، ونحميلها شويه هذاك السيرو ولا هذاك المرقه تاع الزبيب ونفرغها عليها. ما تفرغوهاش مثلا كيما نقولوا حنايا تشربوها كيما البابا تاع الفارينه، لا هذه مباشره كي تحطوها ففرغوا فوقها المرقه تاع الحلو وتجيكم هشيشه وطريه وما عندها ما خاصها، ما تتفتت لكم ما والو. برك بشرط كي تحطوها ديروا فوقها السيرو، يعني مش تخلوها تشربوها تحطوها من قبل بشحال في الحلو بعد تقولوا تفتت، لا حطوها شويه وفرغوا فوق هذاك السيرو يكون حامي، فتتشرب لكم وتجيكم بنينه وحلوه. والحلاوه يعني في المعقول، ماشي حلوه كاع اللي حتى ما تنجموش تاكلوها، ماشي صامطه بزاف. بهذا هذا الوصفه ان شاء الله بربي تجربوها، ان شاء الله بربي تنجحوا فيها. اذا بغيتوا ديروها بهذه ديروها، ولا اذا بغيتوا ديروا البابا تاع الفارينه الاخرى العاديه فديروها، ولكن ننصحكم تجربوا هذه حاجه جديده ان شاء الله بربي تعجبكم. شوفوا هنايا كيفاش راها مشربه، تجيكم طريه كيما قلت لكم، ما تجيش يابسه ولا تخافوا الخبز يبس، لا بالعكس الخبز يشرب بالخف. خواتاتي ما تنساوش تخلونا جامع على رافيو فضلا وليس امرا اذا بغيتوا، واشتراك في القناه هكا باش يوصلكم ان شاء الله بربي كل جديد في الفيديوهات. بهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر في وصفه اخرى. تهلاو بزاف في رواحكم، صحه رمضانكم، صحه فطوركم. ما تنساوش جامع على لا فيديو اشتراك في القناه. سلام.